ما تستعجلش على رزق ابدا ربنا هيديهولك. اوعى تستعجل، كل حاجه ربنا كاتبها بميعاد، لان ساعات ممكن يجي لك رزق يبقى معاك النهارده 10 مليون جنيه بس انت تبسل. لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض. تخيل كده ان الحاجه اللي انت عايزها ممكن تجي لك في وقت تبقى سبب فساد ليك، سبب لهلاك، سبب انك تبقى بني ادم وحش. كل حاجه ربنا مفصلها في حياتك. الرزق اللي هيجي لك في وقت معين هيجي لك وانت حامد شاكر، تقول له الحمد لله يا رب على كل نعمه انت اديتهاني، وتبقى راضي وتبقى احسن كمان. لكن ساعات في رزق انت بتبقى مستعجله وهو مش وقته، وممكن يخليك بني ادم وحش. ممكن تبقى مدير اداره النهارده وتبقى مدير اداره فاسد ظالم. ممكن يبقى معاك يعني مليار جنيه وتبقى بني ادم للاسف بتستحل كل المحرمات والشهوات. عشان كده كل رزق ربنا بيديهولك في ميعاد، كل حاجه ربنا بيديها لك بتفصيله، فتحمد ربنا على الرزق اللي موجود، وربنا يزيدك كمان. ان الله يديم نعم الحامدين. فالحمد لله كثيرا، الحمد لله يا رب على الرزق حتى القليل، لان ربنا مبارك فيه. هو ربنا كاتب له الميعاد ده، هو ربنا كاتب له اللحظه دي، هو ربنا كاتب له انه يجي لك بالشكل ده. كل اللي عليك تقول الحمد لله، تطمع بس انت تطمع وربنا يديك في الوقت المناسب اللي فيه ما تفسدش اخلاقك ولا تفسد حياتك ولا انت حتى تتحول لبني ادم فاسد. وافتكر لو الحبل اتساب لك على الغارب محدش عارف انت هتبقى فين وحياتك هتبقى عامله ازاي. قول الحمد لله، بوس ايدك وش وظهر واطمع في الزياده، وربنا يحدد الميعاد المناسب ليك.